الخطابي. فالمحكمة اقتنعت أو أصدرت حكمها بناء على قناعة يقينية، ألا هو خبرة جينية، خبرة علمية لا تتحمل الخطأ. 99.99 تتكون الخبرة محسومة. وبالتالي فالمحكمة تشكرها من المنبر كل باسمه وبصفته، لا سيما السيد الرئيس المحترم، لا سيما السيد رئيس الجلسة، لا سيما كافة القضاة بالفعل بأنهم أبانوا عن فراستهم وعن نزاهتهم وعن اتخاذ قرارات يعني للوصول إلى واحد النتيجة طبقا للقانون. فبالنسبة لي أنا ولا بالنسبة للأخت إيمان ولا بالنسبة للأخ عادل، فاحنا هذه النتيجة كنا منتظرينها دي لو ديبار. حنا ماشي جاتنا شي حاجة جديدة أو تفاجئنا، وإنما ليطمئن الرأي العام وتطمئنوا نتوما. وتشكركم كذلك من هذا المنبر إلى كافة اليوتيوبرز وكافة أصحاب القنوات بأنكم بقيتوا واقفين طيلة هذه المدة تنتظرون انتهاء أو نهاية هذا المسلسل التاريخي ديال عادل وأبنائه. فاليوم كان وقت الحسم. صدرت المحكمة القرار ديالها برفض الطلب، وبالتالي تغلقت جميع الأبواب ديال الادعاء من جديد، إلا كان بأن السي عزيز مازال عنده غتيقولوا هذا الجهد بأنه يتقدم في الاستئناف، فهذاك حقه المشروع، ولكن تبقى الأمور من باب تحسين الحاصل. هذه خبرة جينية صدرت عن طريق مختبر علمي ديال الشرطة، ماشي عن طريق خبير خاص. وبالتالي فالأمور راهي محسومة. حتى أنا بغى بأنه تكلف العناء بأنه يتقدم بمقال استئنافي، فهذا حق المشروع، ولكني أقول أنه من باب تحسين الحاصل. علاش؟ دابا حاليا المحكمة جزمت بناء على واحد القناعة يقينية، ماشي كنا تنقولوا بأن على أساس بأن في إطار ما يسمى بأن هناك ما كاينش هناك عقد زواج، بأن كيزوج فاتحة و وينك الصحة. المحكمة زادت 6 مرات، المحكمة عطات الحق كثر العزيز، وأقولها بصوت مرتفع. أما أنا بالنسبة لي وداكشي اللي مطلعين عليه على مستوى المصادر القانونية، فكان بالأحرى مجرد بأن ما كاينش هناك عقد زواج فالمحكمة أصلا أمر الله دائما. الشيء هو المستقر عليه قانونا وقضاء، ولكن يطمئن قلب المحكمة أكثر وأكثر وما تضيعش هاد الوليدات أو ما تضيعش هاد الوليد. فقالت ما كاين حتى شي مشكل، نزيدو نستمروا في هاد القضية، ودارت وضعا. هاد الشيء ماشي حنايا بأن راه حنايا هاد النتيجة بأنه اتخذيناها حاجة تسبب اللغة ديال الدارجة يعني حقد العزيز أو كذا، وإنما هو بأنه ريحنا الضمير ديالنا قبل كل شيء. ومن قلنا لكم بأننا مؤمنين بالقضية ديال عادل، كان خاصكم تثقوا بنا في النهار الأول. من قلنا لكم بأن عادل راه مسكين راه مظلوم، انتوما أو الأغلبية اتخذت الكفة ديال العزيز، وفي المقابل بأن عادل مسكين هو الضحية أكبر من ذلك. فعزيز فهو ضحية لمن؟ ضحية لوالدته، ضحية للأخت الكبيرة اللي كان بالأحرى بأن خاصها تصرح له وتقول له الحقائق وتعلمه
وتشكر البنت بنتنا أمنية بأن قبل ما نوصلوا لهذه النتيجة حاولت ما أمكن بأنها تعطي الرأي العام، وحاولت ما أمكن بأن تأخذ بيد الأم ديالها اللي مازال أمها، مازال ما يمكنش بأن تكون ماشي والدة، وتقول لها الوالدة الله يخليك حاولي ما أمكن شوفي كيفاش ديري الطريقة ديالك ونفكوا علينا. فعزيز تقول له بحقك بانك تعرف شكون هو الاب ديالك، هذا حق مشروع، ولكني كان بالاحرى بانه ما يتسرعش، يكون عنده اليقين، يكون عنده الاثبات، يكون عنده مجموعه ديال الامور، وكان بالاحرى بان يدير حتى لا يكون دارها غير في اطار خاص بينه وبين عادل، بلا شبهه، بلا صداع، بلا رأي العام، بلا مشاكل، لأن هاد التوصيات لا يستحقوا هاد الزوبعة ولا يستحقوا هاد العناء. خدمتوا معاكم المحكمة، وخدمتوا معاكم البوليس، وخدمتوا معاكم الجدارمية، وخدمتوا معاكم الرأي العام، وخدمتوا معاكم الصحافة بوغ واحد القضية خاصة تتعلق بشؤون خاصة عائلية. اليوم عزيز فهو يمكن يكون ضحية ديال من؟ ضحية ديال مجموعة ديال الناس اللي حاولوا ما أمكن يشوشوا له على الحقيقة ويعطيه واحد الصورة مخالفة للواقع. فلو أن عزيز بأنه بالفعل لقى واحد يد أمينة وقالت له الحقيقة، فما كاش بأن يوصل هاد الصدمة، فهي صدمة. أما بالنسبة لعادل فاستنفدت صدمته أشهر عدة، أودت بصحته وأودت بعمله الفني، والضرر كان فادحا بالنسبة لعادل أكثر من عزيز. أما عزيز تنطلبوا له من هذا المنبر اللهم يسر له، اللهم بانه تعطى له الحقيقه ويعرف شكون هو الاب ديالو، هذا حقه المشروع. وحتى الا كان بغى تيسمعنا دابا حاليا فاليوم الدنيا وغدا الاخره، وحان الوقت بانه يفصح بانك عزيز راه ولدي، ان كما قلت كنا يعني مسلمين للاخره. فهانتم شوف بعينيكم عناد في عناد، وسب وقذف وتشهير ومجموعه ديال المساطر الثانويه كنا في غنى عنها، تخلقات سبات ايمان باردل الاوصاف، سبوا ولادها باردل الاوصاف. عادي حيت انه وصل حتى بانه النفسيه ديال الدهورات خصهم يدوي على الطبيب النفساني. علاش هادشي؟ علاش؟ كتب الاحرار كلشي يسكت، كتب الاحرار يسكت، غادي في سلام حتى توصل النتيجه. وهادشي ما بغيناش، ما بغيناش بان نخلقوا من هذا الملف شي ملف كبير الوغ في المحتوى ديالو ملف عادي. فانا من هذا المنبر لا زلت اطالب من كافه اللي كانوا منتقدين العادل وإيمان والأسرة ديالهم بالاعتذار، ولا يستحيوا من أنفسهم يسبونا وسبوا الدفاع وسبوا مجموعة ديال الناس. في آخر المطاف الحكم لله الواحد القهار.